كيف تحكم صح؟ طيب فصل صح ما شاء الله مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ محمد معلش احنا نطول الحلقه شويه يا اخوان، يعني لا تسأمون ولا تملون، لان هذه الحلقه حلقه ماتعه، وما كنت اظن ان مثل هذه الحلقه يعني الشيخ ان يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات. فيعني ممكن يا شيخ محمد تديله كمان؟ طيب انا هسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز. ماشي؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الايش؟ يونس. ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. يا أنبياء. سلام. عارف موضع آخر؟ طيب قول اتفضل. سورة الملك. الملك. طيب. سورة النمل. يا سلام. النمل. الله أكبر. طيب أنا طلبت منك موضعين ما شاء الله وأنت جبت 4 مواضع. طيب الموضع اللي في سورة الملك اقرأ كده، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وزيد كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول هذا الوعد إن كنتم صادقين قلنا يا أيها الله وإنما أيديهم به. فتح الله عليك. والله يا إخواننا يعني كل الموجودين الحضور، إخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لأن كل واحد لما بيشوف نعمة ربنا على إنسان يشعر بالتقصير في حق نفسه، يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه إذا ربنا أعطاه الأهلية لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الأخ الفاضل. فيعني أشكرك شكرا جزيلا، والله لقد أحببتك في الله. لله في خلقه شؤون، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى ان نلتقي في حلقه اخرى وابداع اخر ونماذج اخرى تتبع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي لكم